اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايب القلب؟ وحشتوني 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 يا احلى متابعين في الدنيا. يا رب تكونوا بخير وفرح وهنا وسعادة، وكالعادة يا سكر زيادة راسمين على وشكوا البهجة والسعادة. ومن هنا بقى بقولك انتي وهي بطلي بطلي تشتري كشري من بره بجد، علشان في البيت طعم وريحة. وبصي، وكل اللي انتي بتحلمي بيه هتلاقيه في طبق الكشري ده، والله العظيم بجد. صلى على النبي. يلا بينا نشوفوا عملنا طبق الكشري التحفة العظمة الجميل جمال ملوش مثال مع بعض ازاي، ونشوف عملنا الدقة. يلا بقى نعمل الدقة وما نقولش لا. يلا نصلي على الرسول ونشوف عملنا الوصفة التحفة اللي معانا دي ازاي. واهم حاجة صلصة الكشري يا جماعة. بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا صلصة الكشري دي يا جماعة ازاي. طبعا عندي بصلاية متقطعة 4 ارباع ومعلقة توم مفروم، نزلت بيهم على الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونزلت بمعلقة من الكزبرة، معلقة من الكمون، معلقة من الفلفل، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الصلصة، وهضرب المكونات دي كلها مع بعضها تاني. وهنا بقى جبت حله ونزلت بيها معلقتين من الزيت، وهنزل بقى بشفشق الطماطم اللي انا ضربته واللي انا ضفت فيه المكونات اللي انا قلت لكم عليها يا حبايب القلب. طبعا هسيبها بقى تتسبك مع بعضها. وهنا بقى الصلصة خلصت معايا، اول ما بدأت تغلي وطيت عليها وسبتها بقى ايه تعيش مع نفسها. وهنا بقى كنت سلقة المكرونة، سلقت المكرونة بالشكل اللي انتوا شايفينه، كيلو مكرونة مشكل. وهنا طبعا البصلة مقطعاها شرايح رفيعة خالص طويلة، واول ما قطعتها ضفت عليها معلقتين من الدقيق ومعلقة من النشا عشان يبقى البصلة بتاعت الكرشري يا حبايب القلب مقرمشة وحلوة كده. واول ما بقى بهرتها بالدقيق نزلت فيها بزيت غزير، نزلت بقى والزيت بيسخن جامد خالص. حطيت حبة من البصل، اول ما بدأ يتحمر طبعا بطلعه فاتح، عشان طبعا اول ما بتطلعيه هو اصلا اول ما بتطلعيه من الزيت بيغمق. طبعا طلعته ايه اللون اللي هو الذهبي، اللون الجولدي يا حبايب القلب زي ما انتوا شايفين معايا. وهنا طبعا انا مش بحب الكشري بالرز خالص، هنا حمرت الشعرية بالشكل اللي انتوا شايفينه. وهنا بقى كنت سلقة العدس، طبعا نقعته قبليها ب4 ساعات. طبعا كل ما بتنقعي العدس والحمص بجد الحاجات دي بتفرق خالص في الطياب. اول ما نقعته حطيته في ميه وحطيت معلقه كمون وسبته يتسلق. والحمص برضو جبت حله وحطيت فيها ميه ومعلقه من الكمون وسبت اللي هو يتسلق. وهنا بقى حطي طبق الكشري بالشكل اللي انتوا شايفينه، اغرفيه بقى بالطريقة اللي تريحك، وطبعا تاكليه بالطريقة اللي انت عايزاها. ممكن تحمري جنبه عيش بيبقى حلو قوي. انا قبل كده كنت منزلاه على القناة بكل التفاصيل وكنت عاملة كل حاجة، بس هنا يعني ايه اختصرت شوية عشان كنت مستعجلة وقلت اعمله وانا معاكم كده. طبعا حطيت الشعرية وحطيت المكرونة، وحطيت بقى يا جماعة العدس بجبته يفضح رمته زي ما كانوا بيقولوا. وضحك معاكم على فكرة. وهنا بقى حطيت البصل، وطبعا الدقة تحفة. الدقة بقى انا عاملاها خل وليمون وكزبرة وكمون وملح. وهنا بصوا الصلصة، بجد الصلصة بتاعته في حتة تانية، والله العظيم تحفة تحفة كده. بجد طعم وريحة بجد احلى من بتاع بره بكتير. عايزاكم تجربوا طريقة الصلصة دي وتقولوا لي رأيكم. لو الكشري ما بيظبطش معاكي وجربتي طريقة الصلصة دي بجد هتفرق معاكي خالص. وهنا بقى ايه، ولا العدس يا جماعة ولا الحمص، بجد كان تحفة. وهنا بقى الحمص بصوا الواحدة بوحدتها ازاي. وهنا بقى ايه بزوق بقى يا جماعة، بصوا العين بتاكل يا جماعة قبل البق. شايفين الجمال عدى الكلام. طبعا الطبق بيتكلم عن نفسه. انتوا